السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد ولقاء جديد بيكم، يا رب تسعدوا بيه. دي كمية من الغطيان، غطيان برطمانات وغطيان جراكن وغطيان بيبسي وغطيان حتى غطا بتاع سكرية صغيرة، يعني أي غطيان، غطيان علب شامبو، أزايز زيت. كل الغطيان دي احنا بنستعملها وبنرميها. النهاردة هنعمل بيها حاجات حلوة هتستفيدوا بيها، وإن شاء الله وعد ليكم. إن شاء الله هعمل فيديو تاني، جزء تاني، لأن أنا عملت أفكار، 3 أفكار في الفيديو. إن شاء الله هزودها لكم الأفكار دي في فيديو جديد إن شاء الله. على فكرة حبايبي، ما تنسوش بس إن شاء الله أول مرة في حياتي أعمل بس، يا ريت تقفوا جنبي فيه النهاردة. يعني أنا خايفة جدا في موضوع البث ده، لأن أول مرة أعمله من ساعة ما فتحت القناة. فيا ريت تبقوا في جنبي وتقولوا لي أسئلتكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله يبقى بس حلو إن شاء الله الساعة 9 بالليل. أتمنى تكونوا موجودين وتتابعوني. دي أول فكرة هنعملها بغطا إزازة الشامبو، وممكن نعملها بأي حاجة موجودة عندنا، يعني اللي بينطبق على الغطا ده ينطبق على أي حاجة تاني. هنجيب غطا تاني بتاع ازازة بيبسي او ازازة زيت وهنلزقهم في بعض. مش عارفة تسريع الفيديوهات بينفع ولا بيضايقكم، فقولولي في الكومنتات، علشان انا حطيت نوع من الجالونات كده من فوق ومن تحت. دي فكرة من الافكار بتاعت علبة الشامبو، بس هنكمل على فكرة علبة الشامبو بفكرة تاني. هنحوش الوردة وهنعملها بطريقة تانية هتعجبكم ان شاء الله. يعني فكرة علبة الشامبو على فكرتين، يعني احنا عندنا 4 أفكار مش 3. يحب يخليها وردة كده يزين بيها حمام، اي مكان، او تزيني بيها اي حتة تعجبك. الفكرة التانية جبنا غطا جيركن من جراكن المساحيق، وهنستخدم الغطا زي علبة كده. ممكن تحطي فيها حاجات تحتفظي بيها، بحيث انها تبقى متدارية كده محدش يعرف يفكرها زهرية. وممكن تحطي فيها اي اكسسوار او اي حاجة عايزة تداريها او تحتفظي بيها، تحط على تسريحة، في الحمام، في اي مكان يعجبك. شايفين؟ فكرة جميلة، اتمنى تنفذوها لانها سهلة ومش عايزة اي امكانيات. طبعا ممكن احط اي اكسسوارات، انا حطيت بدلها الغطيان. دي اول فكرة او اول فكرتين، فاضل فكرتين تانيين هيعجبوكم. تابعوا الفيديو. على فكرة الغطيان دي عبارة عن كنز، اي علب او جراكن حتى لو هتستغنى عنهم، او ازايز. انا بحتفظ بالازاز بالغطيان وارمي الازايز مثلا او الجراكن. احتفظ بالغطيان. دي عبارة عن كنز، هيتعملي منهم الاف الافكار. بس النهاردة هنعمل ال4 أفكار دول، وهنعمل ان شاء الله فيديوهات جديدة افكار كتيرة جدا. طبعا احنا بنلزق الغطيين مع بعض بأي شريط ستان، سهل جدا، بحيث ان الغطا ما يقعش لما تيجي تخلع الغطا من الغطا. هيبقى زي علبة برضو. هنشوف هنعملها ازاي. الافكار دي تعتبر جديدة وحصرية، يعني انا يعني بنحاول ان احنا نعمل لكم حاجات جديدة، بحيث ما تملوش من الحاجات القديمة يعني.
الفيديو كان اكتر من 20 دقيقة، انا سرعته لكم خليته كده، فياريت يعني التسريع يكون مفيد، يعني ما يكونش بيضايقكم. ده على فكرة الشريط ده بتاع شراشيب كده، بيتباع ب2 جنيه المتر، تحط المفارش، الستاير، يعني الحاجات زي كده. ده ورق الهدايا او الحاجات بتاعت الهدايا، هنلزقها كده. ممكن تبقى علبة تحط فيها هدية مثلا لأي حد، صديقتك او اي حد، وتقدمها لها كده، او تحتفظ بيها. بلاش الورق الهدايا، وتحط مثلا قطعة اسفنج او قطعة قماش، وتحط فيها اي حاجة تعجبك في بيتك. دي غطيان بيبسي او ازاز كلور، لا دي ازاز كلور، ونفس الفكرة تنطبق على غطيان البيبسي. على فكرة الأغطية دي ممكن تعمليها زي قطاعات كده لعجينة الورق، للمعجنات، لو كانت مثلا ازاز بيبسي او حاجات نظيفة. لكن لو ازاز كلور او حاجات زي كده، لا ما تستعملهاش للمعجنات والحاجات اللي بتتاكل، استعمليها كزينة بس. ده خيوط اللي احنا بنعمل بيها الشنط، رفيعة كده. وادي اول فكرة ادي شفتوها. هنكمل على الفكرة اللي بعد كده. دي اول فكرة اللي احنا وريناها لكم. هنكمل باقي الافكار بعد ما اوريكم الحاجتين اللي احنا عملناهم في الاول. ودي الفكرة التانية، ممكن تحطيها كده زي هدية كده. نحط فيها اي حاجة تدي ريحة حلوة، بيكربونات صوديوم مثلا، زيت عطري، اي حاجة، ونفتحها ونسيبها مفتوحة في اي مكان تحبي تعمليه فيها. على فكرة الورق الهدايا ده شايفين فيه سلوك كده، انا اول مرة اكتشف النهاردة، عبارة عن سلك مدخلين فيه الورق ده. فاحنا هنستفيد بالفكرة ان دي سلكاية، وهنحاول نثبت، نعملها يد للثبت اللي احنا هنعمله بغطيان الازاز. هنشوف هنثبته ازاي. انت ممكن تثبتيه قبل ما تلف الخيوط، بس انا هثبته دلوقتي بالطريقة اللي هتشوفوها. هنجيب اليدين ونحطهم قصاد بعض، وهنجيب اي شريط استراس ونلزقه بالشمع ونحطه فوق السلكاية كده. السلكاية هتثبت وفي نفس الوقت هتتدارى. هي رفيعة جدا يعني، بس هنثبتها بالطريقة دي بالشريط الاسترسات. طبعا ممكن تحطي اي سلكاية موجودة عندك او اي حاجة وتزيني بيها. هو هيبقى ثبت كده باسكت، ينفع لأي حاجة. انا كنت عايزة اغطيه بالغطا بتاع السكرية الصيني دي، بس قلت احط فيه ورد عشان ما عندوش طبعا السكرية. وهنحط فص كده من الفصوص اللي احنا عارفينها دي. ما تنسوش حبايبي البث، انا منتظراكم الساعة 9 ان شاء الله. واتمنى ان الفيديو ده تكونوا استفدتوا بيه، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. وياريت تقولوا لي في البث على الحاجات اللي بتتمنوا ان احنا نعملها في القناة. والقناة مش هتكبر غير بيكم وبدعمكم وبحبكم، الكومنتات الحلوة اللي بتعملوها واللايكات اللي بتعملوها لي. ربنا يخليكم ليا. واتمنى انكم اهو الغطا ده بتاع الغطا ده بتاع السكرية اللي قلت لكم كسرت، والغطا بس اللي قاعد. ان شاء الله اعملها لكم في فيديو جديد ان شاء الله، هنستفيد بيها في حاجات تانية. واتمنى لكم كل الحب والسعادة، وان شاء الله نلتقي في البث ولايك سبسكرايب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.